هل ممكن تتخيل في يوم إن مامتك ترضعك؟ هتقول لي يا دكتور ترضعني أنا كبرت. يا لا ركز معايا، ترضعك دم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم دكتور عبد الوهاب. دي دخله سينمائيه ملهاش اي 30 لازمه، بس المنتج عاوز كده، قال لي لازم تنتظم لحد ما نوصل للايه، لل 100000، وبعد ال 100000 نريح لنا 3 4 سنين وبعد كده نرجع نكمل تاني. هتيجي تسالني يا دكتور يا القناه وصلت 100000 ازاي؟ ها؟ بقول لك والله ما اعرف، والله انا عن نفسي ما اعرفش، اقسم بالله. يعني بص على الفيديوهات هتلاقي ما كملتش 30 فيديو. بص كده، بص خش جوه على القناه، خش مش هتلاقيني مكمل 30 فيديو. ازاي وصلت 100000؟ اقول لك حب الناس، حب الناس. هل سويت بقى سبسكرايب؟ لعل وعسى الفيديو ده ينطر شويه كده فوق، ينط كده فوق شويه فيحفزني. تقول لي يا دكتور بس انت اكيد وصلت ل 100000 عشان عاوز الدرع. اقول لك يا ابني يا حبيب قلبي، نفض كتفك ماشي، عشان في شويه قشر بيض على كتفك. عارف تدري معنى الكلمه دي ايه؟ ليه بقى؟ لانك لو بصيت ورايا هتلاقي في درع. هاخد التاني اعمل بيه ايه؟ هتاخد التاني انا اعمل هعلقه على قفايا؟ لا ماشي. سؤال تاني من احد الاشخاص المحنكين، تقول لي يا دكتور هو انت فرحان بالسويتشيرتات؟ شوفوا كده دكتور لابس له قميص وبتاع، وبعدين في السويتشيرت ده زي نفس الفيديو اللي فات. اقول لك يا عزيزي، لقد اخذتني الحازوقه وقعدت اسبوعين كده ورا بعض قاعد افكر، اقول بكره اعمل فيديو يوتيوب لزمايلي وحبايبي واخواتي الصغننين. فلقيت نفسي كده ايه، صليت الفجر وقريت الورد بتاعي وقعدت مع ام العيال، قلت لها يا ام العيال عاوزين نطلع نعمل فيديو للعيال. قالت لي ايه؟ قالت لي اطلع يا ابو العيال بس. فرحت رصص مجموعه فيديوهات، 2 على القناه التانيه و2 هنا بقى، وعمالنا ننشرها بقيه الاسبوع. لعل وعسى يكونوا حافز. اصل انا الواحد ايه، مش بيكسل والله، وانما هي مشغولات. انا مشغول، عندي اكل عيش بجري عليه. تقول لي يا دكتور بس اللي بيجري على العيش ربنا يحرمه منه، ولقمه العيش هتجري وراه في النار يوم القيامه. المفروض كده يشيل العيش فوق راسه مش يمشي عليه، او يبوسه ويحطه جنب الحيط. هقول لك يا حبيب قلبي هذا مجاز، استعاره متنيه. احنا كنا هنتكلم عن ايه؟ ماذا لو انت خلفت عشان انت كبرت مش هترضع خلاص، لئيم انت. تعالى بص نركز. ماذا لو جيت ترضع البيبي بتاعك، برضه تقول انا ولد مش برضع؟ يا ولا الحق الجماعه يا ولا. ماذا لو جيت ترضع ابنك لقيت اللبن نازل لونه احمر، اي بترضعيه دم؟ وهل هذا معقول؟ اقول لك يعني انت ما كنتش بترول يا دكتور؟ اقول لك لا والله ما كنت بترول. تعال بقى نرجع بالزمن كده بعد الفرح، وادي الزين وادي الزينه وزينه شباب العيله الحيله الحلوه دي جابت رجليه وخلص. نروح بقى للحلوه بعد ما هوب اكتشفت انها بقت حامل، بعد ما كانوا اتفقوا ان هم هياجلوا حوار الخلفه ده سنتين ثلاثه كده عشان يعيشوا شبابهم الكتاكيت. هوب حامل، هوب فرشحت، هوب قالت عين. حضرتك اي متيسير غير اي اي. هتقول لي مين تيسير؟ اقول لك المزلوط الجديد. لحد هنا الموضوع طبيعي جدا وبيس يا مان. طفل واسمه تيسير بيه، اول ما يتولد عاوز ايه؟ عايز جواف، عاوز يرضع. لسه ما اشتركتش في القناه؟ اخسى عليك يا عزيزي. ما جيتليش على الانستجرام؟ اخسى عليك يا عزيزي. ما جيتليش على الفيسبوك ولا التيك توك؟ اخسى عليك يا عزيزي. المهم تيسير بيه يرضع من الدندوب عشان الواد يبغل ويبقى حلو، وإذ بنا نتفاجأ إن لبن الدندوب مش أبيض يا عزيزي، لازل لونه أحمر زي الدم، وهو كان دم فعلا زي ما أنت شايف كده. بص يا ايتها الأم المستقبلية، دي كارثة. لو حصل حاجة زي كده اقطعي الرضاعة فورا ورضعيه لبن صناعي عادي جدا. ليه بقى؟ عشان أول ما تشوفي حاجة زي كده تفتكر دكتور هو بيقول لك إن الحاجات ديت أسبابها كتير جدا. ممكن تكون الحاجات البسيطة، وممكن حاجات متوسطة الخطورة، ممكن يوصل لا قدر الله الحوار لكانسر. بس نستبعد الكانسر، لأن أكيد الأم لما توصل لمرحلة إن الدندوب بتاعها بينزل دم والسبب ده كانسر، فهنا هيبان في تقرحات وشكل الثدي مش هيكون طبيعي بالمرة. لكن في أسباب تانية عادية وبسيطة وممكن تتلم على هادية زبادي كده، زي مثلا شوية التهابات قلبت بشوية صديد، او ان تيسير بيه طلع ابن عضاد فراح معور امه، او ممكن يكون في فيشرنج. هتقول لي ايه فيشرنج؟ اقول لك مش فاكر، انا ما كنتش بحب ماده الاطفال الصراحه، بس انا خدتها في الاطفال كانت فيشرنج كده. او ممكن يكون في مرض جيني، ان في مشكله في الشعيرات الدمويه عموما او في الدندوق خصوصا، فبيتسرب عادي دم معلق. وفي كل الحالات دي يا عزيزتي ايتها الام الكريمه، لما تشوفي حاجه من دي في كل الحالات لازم تبعدي الابن عن الدندوق. انا اسمع عن الشاي بلبن بس ما اسمعش عن الدم بلبن. واحده من الانسات الكريمه تقول لي يا دكتور هو انت خدت تخصص ايه؟ هقول لك يا عزيزه الدكتور لما ان شاء الله تبطرخي لن تحتويك عياده سوى عياده الدكتور هوب، فخميني ما هو تخصص دكتور هوب ان شاء الله. بس كده وبكده نكون انتهينا من حلقتنا السنويه. انا تعبنا جدا 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 في سلسله الفيديوهات اللي ما بننزلهاش، وان شاء الله باذن الله اللقاء القادم يكون قبل سنه باذن الله. باذن الله هنحاول ان يكون قبل سنه، الا لو انت اتحايلت عليا في الكومنتات تحت. عاجبك يا عزيزي الفيديوهات التلقائيه ديت؟ احنا بنتكلم فيها بالدردشه التلقائيه كده كأن احنا قاعدين على المصطبه في احدى الوحدات الصحيه زي اللي في كفر الباجور كده. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. بص والله في قصص كتير مع حبايبي اخواتي. بص هي قصص كتير بس خايف ان انت تزهق، وانا بحبش اكون تقيل، فاتحايل عليا في الكومنتات تحت. بس كده. اللايك والسبسكرايب الجميل عشان نقفل المليون. ازاي؟ مش عارف.
إحنا قفلنا ال100.000 بشوية فيديوهات ما نزّلناهاش من بقى لنا سنتين، بس يعني دعوة أمي، ربنا يجعل فيك القبول يا ابني، ودعوتي وأنا باقولها دايمًا، اللهم اجعلنا دائمًا من الباسمين والمبتسمين. مستنيك أيتها الأم الكريمة على الإنستجرام وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك، عشان في يوم تخلّفي لنا عيّل كده يقول لي بقينا زمايل يا دكتور. كان هذا كل شيء، وأخيرًا صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين and as always be healthy and be safe. السلام عليكم. ضن الضنون